واخيرا انا اليوم راح اجرب الحمام المحشي المصري، بس اليوم شنو اضرب، لان اول مره بحياتي راح اجربه. اذا تريد انت تطلب حمام مصري وين؟ يم المطعم كينج توت، بس لازم اهم شيء تاخذ من عندهم موعد على مود يجهزوا لك هاي الطلبيه. وهنا طبعا همينا عندنا سمك على الطريقه المصريه، هنا سمكات 2 معاهم رز، طبق على العالم حبيبي والله. وهنا عندنا دجاج مشوي على الفحم مع رز وملوخيه. اضرب بالخمسه، اضرب بالخمسه يابا حبيبي. وهذا الطبق هنا اسمه الحواوشي المصري يا حبيبي. هنا الحواوشي المصري لحم الخبل. طبعا النكهه المصريه بالاكل كلش طيبه وحلوه. هذا الكشري، اضرب كشري مصري يا عمي. ابو سجاد شلون متحمس هنا؟ سجاد انا ما كنتش متخيل بتسيبيني كده يا فريده. المفروض ما تاكل. ايوه اضرب. ابو سجاد مثل اسد قاعد ياكل الحمام المحشي المصري. وهنا علاء. ايوه يا علاء، ازيك يا علاء، اخبارك ايه؟ شوفوا لي هذا الراس مال السمك يا حبيبي والله. طبعا كلش طيب السمك مالتهم للامانه. انت بس شوف لي هاي اللقطه، تاخذ سمك مننا وتاخذ رز وتقول بسم الله يا كريم اضرب. وهسه صار لازم اجرب الكشر المصري مع هاي الدقه. هاي الدقه يسموها ليش ما اعرف، ليش يسموها دقه يا المصريين؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك النهارده فرحه يا جدعان. طعمه يا اخي طعمه غريب بس حلو كلش طيب. النكهه مالته تخبل. شكرا حبيبي، نورتونا. شكرا حبيبي على راسي. لو حبيت تجرب الاكل المصري لازم تتواصل وياهم على الواتساب هنا عشان يرسلوا لك المنيو مالتهم الPDF، تشوف الاسعار وتسوي كل الحجوزات هنا معاهم على الواتساب. تمام يا شباب؟ بعد الاكل الطيب لازم نشرب هنا كولا. الف صحه وعافيه شباب. عافيه ولك عيني اضرب. هذا المطعم هنا الكينج توت يا اخوان، تعالوا اهلا وسهلا، بس لا تنسون تقولوا لهم جناكم من طرف علوش. صحه وعافيه.